الطاجين ماشي غير ماكلة مغربية، الطاجين هو قصة حضارة. الريحة ديالو بوحدها كتحكي قصة، ولكن العمق ديالها كبير بزاف. ولكن السؤال هو واش الطاجين غير إناء ولا طريقة طهي ولا هوية كاملة كتختصر تاريخ المغرب؟ وعلاش الطاجين المغربي أصبح ماركة عالمية وبصمة على الجودة ديالو؟ واش السر في المكونات ولا في طريقة الطياب ولا في شي حاجة أعمق من هادشي كامل؟ اليوم غادي ندخلوا لعالم الطاجين وغادي تكتشف حقيقة ما عمرك سمعتيها. باش نفهموا القصة خصنا نرجعوا اللور بزاف وسط جبال الأطلس. الحقيقة اللي بزاف ما كيعرفوهاش هي أن الطاجين ماشي غير ماكلة مغربية. الطاجين هو ابتكار أمازيغي أصيل من عند السكان الأوائل ديال هاد الأرض. في ذاك الوقت الحياة ما كانتش سهلة، المناطق كانت قاصحة والحطب قليل، وكان خاص الناس يلقاو طريقة باش يطيبوا الماكلة بأقل الموارد. ومن هنا تزاد واحد الاختراع ذكي بزاف، إناء من الطين بقاعدة عادية ولكن بغطاء مخروطي ماشي كيف ما كان. كاين واحد التفصيل مهم بزاف، الاسم ديال الطاجين الكلمة جاية من اليونانية القديمة طاغينون، واللي كانت كتعني غير حاجة بسيطة بزاف، مقلاة ولا إناء ديال الطياب. يعني الرابط بين اليونان والطاجين غير في الكلمة، أما الشكل وطريقة الطهي فراه مغربية أمازيغية 100%. حيت المقلاة اليونانية ما فيها لا غطاء لا نظام لا حتى فكرة ديال الطهي البطيء، أما الطاجين فهو قصة أخرى كاملة. بحسب بعض المؤرخين الأصل الحقيقي ديال الطاجين جاء من جبال الأطلس الصغير، فين الإنسان الأمازيغي صوب إناء ماشي غير جميل ولكن ذكي بطريقة مدهشة. شكل المخروطي ديال الطاجين ماشي ديكور، راه نظام علمي متكامل. البخار كيطلع من الماكلة كيضرب في الغطاء البارد، ومن بعد كيتحول لقطرات ديال الماء، وهاد القطرات كترجع تنزل الماكلة من جديد وكتخليها طيب في عرقها بلا ما تحتاج بزاف ديال الماء وبلا ما تضيع النكهة. يعني ببساطة الطاجين ماشي غير طريقة طهي، هو نظام ذكي تخلق باش يتأقلم مع الطبيعة. ومن واحد إناء بسيط من الطين تزادت واحدة من أشهر طرق الطهي في العالم. ولكن كيفاش واحد الإناء بسيط من الطين ولا اليوم رمز ديال المطبخ المغربي كامل؟ الجواب ماشي بسيط، حيت الطاجين ماشي غير بقى كيف كان، بل تطور مع الزمن، وكل حضارة دازت من المغرب خلات فيه لمستها الخاصة. أول تغيير كبير جاء مع الطرق التجارية الكبرى اللي كانت كتعدي من المغرب. معاهم تزادت حاجة صغيرة في الشكل ولكن كبيرة في المذاق، التوابل. القرفة، الزعفران، راس الحانوت، هاد العناصر عطاو للطاجين نكهة جديدة وعمق ما كانش من قبل. ومن هنا الطاجين بدا كيتحول من ماكلة بسيطة لتحفة فنية في المذاق. ولكن التحول الحقيقي جا من الأندلس. ملي المغاربة دخلوا الأندلس جابوا معاهم ثقافة جديدة، المزج بين المالح والحلو، اللحم مع البرقوق، الدجاج مع المشماش، نكهات ماشي عادية ولكن متوازنة بطريقة مدهشة. وهنا تزاد الطاجين بك الطابع الملكي اللي خلاه يبان مختلف على أي مطبخ آخر في العالم. ولكن السر ماشي غير في المذاق، السر حتى في الحياة اليومية ديال الناس. في العصور الوسطى الطاجين كان هو الكوكوت ديال داك الزمان. الناس كانوا كيخدموا في الفلاحة وما عندهمش الوقت باش يبقى واحد الماكلة، وهنا جا الحل، كيحطوا المكونات كيخليو الطاجين فوق العافية وهو كيطيب بشوية بوحده، بلا مراقبة بلا تعقيد، غير الصبر والوقت. وهكذا الطاجين ما بقاش غير إناء ولا غير وصفة، ولا مرآة ديال تاريخ المغرب، فيه لمسة أمازيغية ونفس أندلسي، وفي الأخير خرج لينا واحد طبق ماشي بحاله في حتى بلاصة في العالم. ولكن كاين واحد السر آخر هو اللي كيخلي الطاجين المغربي مميز. علاش راك مازال كتفرج او ما درتيش ابوني للقناه؟ حنا محتاجين الدعم ديالكم. دير ابوني دابا. الطاجين أصبح تراث وطني. باش شي حاجة تولي تراث ماشي غير تكون قديمة، خاصها تبقى
وتستمر وتعيش مع الناس عبر الزمن. وفي المغرب طاجين دار هادشي كامل، حيث الطاجين ماشي غير طبق كيتكال في المناسبات، هو جزء من الحياة اليومية. كتلقاه في الدار فين العائلة كتجمع عليه، كتلقاه في السوق فين كيتباع ويتحضر قدام الناس، كتلقاه في الجبال مع الناس اللي عايشين ببساطة، وحتى في الصحراء فين الظروف قاصحة ولكن الطاجين باقي حاضر. يعني ببساطة فين ما مشيتي في المغرب غادي تلقى الطاجين. ولكن السر ماشي غير هنا، المغرب ما اكتفاش بالطاجين كطبق، بل بنى عليه النظام كامل، من صناعة الطين فين كيتصاوب الإناء من الصفر، للمجامر اللي كتعطي داك الطياب البطيء، لطريقة الطياب اللي فيها الصبر والفن، وحتى لطريقة التقديم اللي ولات فن بوحدها. يعني الطاجين ماشي غير ماكلة، هو ثقافة كاملة متكاملة، وحتى الشكل ديالو ماشي عشوائي. هاد الغطاء المخروطي ماشي غير جميل، راه عنده معنى وعنده دور، كيحافظ على النكهة وكيخلي الطاجين يطيب بطريقة مميزة. وهنا كنوصلوا للخلاصة، طاجين ماشي غير تراث قديم، طاجين تراث حي مغربي كيتعاش كل نهار وكيجمع المغاربة من الشمال حتى للجنوب. ولكن طاجين ماشي غير ماكلة، راه كتر من هكا بزاف، حيث وراه هاد الإناء البسيط كاينة فلسفة كاملة. في الدار المغربية طاجين ديما كيتحط في وسط الطبلة، يعني العائلة مجموعة وكل شي كياكل من نفس الطبق، ما كاين لا كبير لا صغير، كلنا متساويين. رمز الصبر، الطاجين كيطيب على المهل، جملة بسيطة ولكن ولات فلسفة حياة كتعلمنا أن الحاجة الزوينة كتاخد وقتها، ماشي كل شي خاصو يكون بسرعة، بعض الحوايج كيحتاجوا الصبر. ولكن كاين واحد السؤال مهم، علاش الطاجين المغربي بالضبط مميز؟ هنا تيجيو بزاف ديال الاسرار، حيت بصراحه بزاف ديال الزوار فاش تيجيو للمغرب تيجيو بالضبط على الاكل المغربي، ماشي غير المغرب، لانه حتى في الدول الجنبيه الناس كتقلب على مطاعم مغربيه غير باش تاكل الطاجين المغربي او اطباق مغربيه، لانه ببساطه عنده اسرار ما كاينين حتى في بلاصه اخرى. السر الاول النسيم. اول سر هو حاجه المغاربه كيعرفوها مزيان، النسيم. الطاجين المغربي كل ما داز عليه الوقت كل ما تزاد بنا. علاش؟ حيت الطين ماشي غير ماده، المسام ديالو كيشربوا النكهات، العطريه، التوابل، الطياب اللي دازوا من قبل، وكيخزنهم ويرجعهم مع كل طياب جديد. يعني كل طاجين عنده الذاكره ديالو الخاصه ونكهه مستحيل تكرر في حتى اناء اخر. السر الثاني تقليه، هو واحد الحركه صغيره ولكن خطيره بزاف. قبل ما يتسد الطاجين اللحم كيتقلى مع البصله والعطريه، وهاد العمليه ماشي غير باش يبان مزيان، راه كدير حاجه مهمه بزاف، كتحبس العصاره داخل اللحم وكتخلي النكهه تبقى مركزه وقويه. السر الثالث توازن بين المتناقضات. المغرب هو الوحيد اللي كيلعب بالنكهات بحال الفن، بين الحلو والمالح، بين الزعفران الحر والسمن. الخلاصه التميز الحقيقي. وهنا كنوصلوا للحقيقه، الطاجين المغربي ماشي غير وصفه، هو تجربه فيها الذاكره ديال الطين والتقنيه ديال الطياب وفن التوازن، وهذا الشيء كامل هو اللي خلاه يكون واحد من اميز الاطباق في العالم. ولكن واش عمرك فكرتي واش الطاجين في المغرب واحد ولا كل منطقه عندها السر ديالها؟ الحقيقه اللي بزاف ما عارفينهاش هي ان الطاجين المغربي ماشي واحد فقط، بل هو عالم كامل من الاشكال، وكل شكل عنده قصه وطريقه طياب مختلفه. في جبال الأطلس كنلقاو الطاجين التقليدي الكلاسيكي، مصنوع من طين حمر، غطاء مخروطي طويل. هذا النوع هو الأصل، هو اللي خرج من قلب الطبيعة وبناه الإنسان باش يعيش. في منطقة الريف الشكل كيتبدل شوية، الغطاء كيكون أقصر وأعرض باش يتحكم في البخار بطريقة مختلفة حسب الجو والرطوبة ديال المنطقة. وفي سوس كيكون أخف وأحيانا فيه زخارف تقليدية خفيفة. هاد الطاجين كيحمل البساطة ديال الجنوب ولكن النكهة ديالو قوية. وملي نمشيو للمدن بحال فاس كنشوفو تطور آخر، الطاجين ما بقاش غير وسيلة طياب ولا قطعة فنية، مزخرف ملون وكيجمع بين الجمال والاستعمال. طاجين مخصص غير للتقديم ماشي للطياب.
كيتصاوب من الخزف وكيكون مزيين بزاف. وحتى في الشمال كاين اختلاف وشكلو مختلف شويه، الغطا ديالو مسطح وما فيش داك الشكل المخروطي المعروف. هاد التصميم ماشي صدفه، كيتناسب مع طريقه طياب مختلفه، بسيط في الشكل ولكن باقي محافظ على الروح ديال الطاجين المغربي. يعني الاختلاف في الشكل ماشي غير ديكور، كل طاجين مصمم باش يخدم طريقة طياب معينة ومناخ معين وثقافة معينة. وهنا كنرجعوا للفكرة الكبيرة، الطاجين المغربي ماشي غير إناء، هو انعكاس ديال المغرب كامل، من الشمال للجنوب، من الجبل للمدينة. ويمكن هالتنوع هو اللي خلى الطاجين يبقى حي حتى اليوم. ولكن كاينين ناس قليل اللي كيهضر عليهم، الحرفيين التقليديين اللي كيشدوا الطين بيديهم وكيعطيوه روح. بفضلهم باقي الطاجين حي حتى اليوم، ماشي غير كيصاوبوا إناء ولكن كيحافظوا على تراث وعلى هوية بلد كامل. وخا التطور وخا الصناعة الحديثة هما باقين واقفين كيقاوموا النسيان. ويمكن أقل حاجة نقدروا نديروها هي أننا ندعموهم ونحترموا الخدمة ديالهم، حيث في الحقيقة هما اللي هازين الهوية المغربية على كتافهم. الفيديو رسالة، دعمونا بلايك يا جيم ولا كومنتير، وإذا بغيتوا تشوفوا مقاطع أخرى دخلوا لقناتنا، غتعجبكم إن شاء الله. يلا بسلامة، حتى المرة أخرى.